يلا نقص. هنقص النهارده جامب سوت للاطفال سن 8 سنوات. اول حاجه دي حرة الرقبه الخلفيه، وبعد كده خط الكتف، بعد كده حرة الابط، الخامة دي خامة سي واي وخد منها تقريبا 100 دولار سن 8 سنين. وبعدين بقص الكرسي المنفصل لان انا هعمل الجامب سوت ده خياطه في النص، مش هعمله متصل. وهنا زودت مسافه خياطات عشان يكون الجزء اللي فوق متناسق مع الجزء اللي تحت. زودت مسافه تانية عشان تحت هنا عاملين في البنطلون استك مسافه تانية علشان يكون العرض بتاع الكرسي قد العرض بتاع البنطلون. هنا واخدين طول البنطلون زائد 2 سنتي تانية، وطول الحجر ونص دوران الفخذ. بص كده ده القماش اللي بغطي. بعد كده هقص الطول الداخلي للبنطلون. كده ده البنطلون وحدين وده الكورساج وحدين. بعد كده هنشوف حرة الرقبة الأمامية كام سنتي. ممكن أخلي حرة الرقبة الأمامية والخلفية الاتنين أعمقهم، بما إن هو كده هيتلبس تحتيه شميز، فممكن مثلا نخليها 8 سنتي وهنيجي هنا عند نقطة الالتقاء وهنوسع الاتنين مع بعضهم. عشان كده أنا مش هوسع الأمامي بس، ده أنا كده هوسع الأمامي والخلفي. من هنا كده من عند نقطة الالتقاء وهقص بشكل دوران 8 سم في الخلف وفي الأمامي. كده أقدر أقلب عشان أشوف شكل الجامب سوت الشكل النهائي هيبقى إيه. ده الخلف والأمامي. وده البنطلون. طبعا الحجر هيتخيط مع الحجر فهيبقى بشكل كده. وهنا هنركب استك، دي زيادات. وبعد كده لما يتركب استك طبعا هيبقى شكل حلو جدا بالاستك، لان الاستك هيدي كشكشه هنا. الكشكشه دي هتدي شكل جمالي حلو جدا بالشكل النهائي للخياطه. كده خلاص السلبيات بتاعنا الجامب سوت. خلاص كده.